السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بطاقه ايجابيه كالعاده. حبيباتي، فيديو جديد اليوم على كل وحده عندها مشكل في الراتب، انه ما يكفيهاش، يخلص عليها الشهر بالديون. كل وحده عندها تشتت مالي، ما عندهاش الوعي المالي، مازال ما على بالهاش الراتب الشهري تاعها وين راه قاعد يروح. اذا كنتي حبيبتي من هذا النوع، تبعي الفيديو للاخير. راح نعطيك خطوات باش تنظمي بيهم الراتب الشهري، مهما كان حبيبتي بسيط ولا عالي، قليل كثير، حبيبتي راح تقدري تنظميه بكل اريحيه وبكل سهوله وتتحكمي في حياتك الماليه، لانه الهدف تاعنا كامل حبيباتي باش نوصلوا للامان المادي ونخرجوا من دائره الديون الى دائره الادخار. اذا حبيبتي، بعد ما تسمي البسمله، بعد ما تشدي المبلغ المالي تسمي بسم الله، تقرأي عليه دعاء الرزق وتخرجي مبلغ الصدقة، هذا شيء مفروغ منه. ومن بعد حبيبتي تقسميه لأربعة أجزاء. عندنا الضروريات اللي هما الالتزامات اللي لازم عليك كل شهر حبيبتي تخرجيهم. عندنا بالمثال عندنا الفواتير، عندنا الانترنت، عندنا بالمثال طبيب صحة، عندنا بالمثال ليكور، عندنا بالمثال الكراء. هادو حبيبتي يدخلوا في خانة الضروريات ولا الالتزامات نتاعك. الجزء الثاني قلت لك أربعة أجزاء. الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثاني حبيبتي اللي هما كما نقولوا الادخار. احنا نقولوا الادخار. نظمه هو الجزء الأول، تبداي بنفسك حبيبتي. الادخار هو مبلغ كما نقولوا توخريه كل شهر، مبلغ تدسيه كل شهر، هذا راح يصنع لك الفرق في الراتب الشهري تاعك. اول حاجه، علاش نخبو هذا المبلغ؟ نخبوه باش ماشي كيما شهريه جونفي، كيما شهريه فيفري، كيما شهريه مارس، كيما شهريه افريل. لازم من شهر لشهر يكون عندك مبلغ تاع ادخار، تخمي في اليوم وتخمي في الغد. هذا الادخار حبيبتي تعقبيه يا اما للتحديات السنويه، بالاخص التحديات السنويه، تحديات سنويه، مثلا العيد الكبير، لانه كيما رمضان والعيد الصغير وهذا نقدر نوجدوا لهم حبيبتي غير بالحصالات وغير بالصرف من التوفير. يعني كنت هضرت لكم على الفرق بين التوفير وبين الادخار. تعقبي حبيبتي من التوفير تقدري توجدي رمضان، ولكن الادخار نفضل يكون هدف كبير من بينهم العيد الاضحى، فهمتيني؟ واما تكون عندك مناسبه توجدي لها في العام، مناسبه، واما كما نقولوا تحقي به هدف كبير. كاينه اللي تحب تشري سياره، كاينه اللي تحب تشري الذهب، كاينه اللي تحب تشري الارض، كاينه تحب تشري منزل. المهم هدف كبير. هنا من الادخار، المبلغ تاع الادخار تفوتي للاستثمار. الجزء الثالث يروح لك للكماليات. الكماليات فيها حبيبتي بالمثال كما نقولوا هي الشراء فوق الحاجة، ولا تشري بالمثال الكماليات تاع المواد الغذائية، تشري كماليات مثلا عندنا كما نقولوا تخليها للتحواس، مثلا عندك لي فواياج. تحبي ثاني كما نقولوا الماكلة برا، كاين كما نقولوا تحبوا تعشاو برا مره في الشهر، مره في الاسبوع. المهم هذه تدخل في الكماليات، نسموها ترفيه بصفه عامه، ترفيه، فهمتوني؟ هذا الجزء اللي يروح في الكماليات. اذا حبيبتي، بعد ما تكملي الجزء الثالث اللي هو تاع الكماليات، نرجعوا للجزء الثاني اللي هو الادخار. الادخار حبيبتي يتقسم لزوج. كي تحطي مبلغ تاع الادخار على حساب المبلغ اللي تقدري تدخريه من الشهريه تاعك، كل مرة والظروف تاعها والنسبه اللي تقدر تدخرها، تفوتيها حبيبتي اول حاجه للطوارئ، تلمي مبلغ معتبر تاع طوارئ. كي تكملي من الطوارئ هذاك المبلغ اللي تعودي تخبي فيه، ما تخليش دراهم، تعقبيه للاستثمار، فهمتيني؟ هذا هو السر اللي يخليك تبني ثروة،
فهمتيني. اللي تبني ثروه ماهيش شخص كيما نقولوا الدخل تاعها عالي، ولكن هي اللي تعرف كيما نقولوا الدينار تاعها وين توجهه في المحل تاعو في الاستثمار. بزاف ناس دخلها اقل ولكن مرتاحه، علاش؟ لانه خدمت على النقطه تاع الاستثمار. اذا حبيبتي على بها التقسيم راح يكون اهم من الراتب نفسه. يعني كي تقسمي الراتب تاعك بهذه الطريقه راح يكون اهم من انه شحال تخلصي. فهمتيني؟ اذا قدمتي الترفيه على الادخار، اذا قدمتي هذه الكماليات على الادخار راح تقعدي حياتك كامل حبيبتي وانتيا عايشه غير بالراتب الشهري، يعني عمرك ما راح تزيدي للقدام. ولكن الناس اللي تستخدم الادخار في الاستثمار هادو اللي رايحين يوصلوا للراحه والامان المالي. فهمتيني؟ يعني السر في التقسيم تاع الراتب الشهري هو الاستثمار، وانك تخلي مبلغ طوارئ باش ما تضطريش انك تقيسي الادخار اللي راح تخليه على شكل مال، ولا تستثمري في ذهب ولا في مشروع ولا تستثمري في نفسك. اذا حبيبتي حاولي تعطي اهميه بزاف للادخار، راح يخليك تفكري بعقلانيه قبل ما تاخذي اي قرار مالي. كما نقولوا راح يخليك ترتبي الاولويات تاعك في الشراء، راح يعاونك على المدى الطويل انك تزيدي في الرفاهيه وتحسني في المستوى تاع المعيشه تاعك. اذا كنتي كاريه راح تولي باذن الله ساكنه، اذا كنتي في الديون راح تولي في الامان المادي. فهمتيني؟ يعني راح يحقق لك الأمان المادي على المدى الطويل، تلقايه في الحالات الطارئة. ديري الادخار تاعك للتقاعد. هذا هو السر في انه تقدري توازني بين انك تستمتعي اليوم وانك توجدي المستقبل تاعك بكل ثقة. نتمنى كل وحدة في يدها راتب تتعامل معاه بهذه الطريقة، وراح راح تحسي بالفرق على مدة سنة واحدة، راح تحسي بالفرق. فهمتيني حبيبتي؟ حاولوا تتحكموا في أنفسكم في عدد الشراء، نقصوا من الكماليات وزيدوها في الادخار، والتزموا بهذا الشيء. التزموا بهذا الشيء لأنه هذا هو السر اللي راح يخليك توصلي للأمان المادي، وراح يخليك تقدري توصلي لأهدافك وطموحاتك بأسرع وقت. هذا ما كان حبيبتي. وحاولي تفرقي بين الرغبة والحاجة، دايما نقولها أي حاجة ضرورية التزمي بها، حاجة كما نقولوا كماليات حاولي توخريها شوي ما بين ما ديري الادخار اللي راح يعاونك تلحقي للأمان المادي. هذا مكان. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو. اذا عجبكم حبيباتي ما تنسونيش باللايك. سلام.